السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل الايس كريم بأحلى وأسهل طريقة، وكمان ببواقي الكريم شانتيه. يعني انت لو عملتي تورتة وباقي عندك كريم شانتيه مش هتاكليه، ما ترميهوش. انا عندي هنا ده كريم شانتيه باقي من تورتة، كنت خلاص زينت التورتة وده بقى عندي. هنسمي بسم الله ونبدأ الوصفة على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تقدري تستخدمي اي فاكهة انتي بتحبيها. انا عندي هنا مانجا كنت مفرزاها، انا حبيت اوريكم انا بغسل المانجا وبحطها في اكياس واربطها كده واحطها في الفريزر، ما بيحصلهاش اي حاجة، بتقعد السنة كلها. انا هنا كنت مطلعة مانجاية وسبتها 10 دقايق بس، هي لسه مجمدة عشان اعرف اقشرها. شايفين القشر بيطلع بمنتهى السهولة، مقشرة البطاطس عادي خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خلاص يا حبايبي، زي ما شفتوا احنا قشرنا المانجايه وكمان قطعناها. وكمان هنضربها على طول مع الكريم شانتيه. وهنا انت لو حاسه ان الفاكهه بتاعتك لسه فيها تلج او مش طريه كفايه، هتستخدمي مثلا فراوله او اي حاجه عايزه تضرب في الخلاط الاول، يا ريت تضربيها في الخلاط الاول. انا هنا المانجا خلاص كانت ساحت خالص، ما فيهاش اي تلج، مش هيبقى اي مشكله لو ضربتها على طول. لكن لو حابه تغيري نوع الفاكهه فهتضربيها في الخلاط الاول، لازم تخليها بيوريه كده، مش تحطيها كتل، المضرب مش هيعرف يخلطها مع الكريم شانتيه. وبكده خلاص يا حلوين، بقى عندنا احلى ايس كريم عاملينه بايدينا.